السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ صحه مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير كيف ديما ان شاء الله. بغيت نشارك معكم الفلوق ديالي ديال اليوم. هو هذا الا بغى شي حد مثلا ياخذ شي فكره، قلت علاش لا. قالت لي صاحبتي علاش بالعكس شاركي وداكشي، فعاد غادي نتصور لكم ان شاء الله. شوفوا هنايا انا عندي سميتو الحديقه ديال الدار، كنت مازال ما صايبناهاش، كانت بدات كورونا ومن بعد جا الحجر الصحي والمدينه تسدات، فاجلنا الموضوع. من بعد جات من فكوا الحجر وداكشي كان شويه ديال الحراره، راكم عارفين هنا عندنا في الامارات تكون الحراره، فكانت الحراره داكشي صافي قلنا حشومه العمال يجيو يخدموا في هذه الحراره وداكشي. وصافي دابا هاي دابا تبرد الحال والحمد لله تيسرات الامور وحنايا كنصيبوها دابا. قالت لي صاحبتي شاركيها معنا. او شوفوا دابا هذا كله كان داك الحجر اللي راه هو محطوط تما كاينه، كان هنايا عند الدخله ديال الباب. هذه هي الدخله ديال الفيلا، هي هذه. هذوك تما كاين الكراجات، هنايا هاد الدخله ديال الباب كانوا محطوطين هذوك. كيكون الفرق بيناتهم باش كيدير داك الغاز الاصطناعي، لكن انا غادي نحيدهم، ما غاديش نستعملهم. انا غادي نستعمل هاد الحجر هذا ان شاء الله. هذا انا حطيت دابا وحده باش نجربها. هذا هو الحجر اللي قلت لكم غادي يجي هنا، يقادو بحال هذا الشكل هذا صافي. وهنايا ان شاء الله نديرو شي ديزاين في الدخله ديال الباب، اللي هي ثاني الدخله ديال الكراج نوريها لكم. سمعوا شويه الصداع، مازال كينزل في السلعه. هذه الباب ديال الكراج، نجيو نوريكم كلشي لهاد البلايصه. هنايا مازال هانتوما كتشوفوا هكا كان الحوش، وكانت الرمله كلها متجمعه، كل قنت وشحال متجمع فيه. هنايا على اليمين عندنا حاشاكم هذه غرفه ديال الزباله. هذه ها هي ندير فيها البيكره، دايرين هاد القرقره تما كاين. يعني حنايا ملي كنحطوا اي حاجه حاشاكم ديال الزبل كنسدو هاد الباب بالساروت، كيجي الكاميو كيفتح هذاك الباب وكيدخلوا يهزوا الطباروت يمشيو ويخويوهم. هنايا هذا غرفه ديال السطور ديال الا بغينا نحطوا فيها شي حاجه بحال داكشي باش كنحفروا، ولا بغينا نزرعوا شي حاجه، الماس باش كتنقي الزراعه وداكشي. المهم هنايا عندنا، شوفوا حنايا ناصرين الصابون، مازال قلتي حيدوا لي الرمله عاد باش ندير حبال بحال الشكل ديال المغرب. هنايا عاود ها هما كانوا خدامين، الساعه مشاو قال لك يركبوا الغازول في شي دار اخرى وعاد يرجعوا. هاد البلايصه هادي غادي نخليها، هادي غنديرها مزرعه، غادي نزرع فيها بحال هكا الخضره فواكه داكشي كلشي غادي نزرعو هنايا. غادي يقسموها ليا بالبريك او بالهذا اللي سميتو ديال الرصيف، يقسموها ليا بحال هكا مربعات ولا مستطيلات. شوفوا جاب ليا شويه النعناع ما شاء الله، شوفوا كيف داير النعناع صافي. هنايا كاين التيو هذا باش نوليو نسقيو. هنايا هذاك ديرها للدراري في الصيف. المهم هنايا راه مازال غادي نخدمو. تما كاينه الكوزينه والباب ديال الكوزينه ديال برا، وفي هذيك الجهه راه هي الباب اللي كيدي على برا كيدي الالعاب. راس الدنيا كلها رمالي. دابا انا رجعت عندكم باب ديال الدخله ديال الدار، مازال دابا جابوا شي سلعات ينزلوا فيها. دابا هنايا هذه هي الدخله ديال الدار بحال هكا تتكون. شوفوا راه الكراطن يلا مقديين صافي. هنايا على اليسار هنايا غنخلي واحد المتر تقريبا بحال هذا الشكل، لكن غيدور مع الحيط كامل باش نخليه ندير فيه نغرس فيه الشجر باش يغطي، حيت على الجيران. شوفوا بلا جلسنا برا داكشي الجيران يعني تيشوفوا الجلسه هنا وهذا. المهم هو هذا هنا غدا الدور كامله واحد المتر بالبريك باش يفرقوا ليا الغازو على البلاصه فين غنزرع. فجاتني الفكره انني ندير البريك باش الا كيجي البرد وداكشي داك البريك شويه كيحبس هذاك الرمله ولا داك التراب اللي غنزرعوا فيه.
ضروري خاصها الماء الرمله باش تشد في بلاصتها، باش ما تبقاش خاويه في الهواء بيناتهم وداكشي في الهواء في الارض. تحط رجليكم تنزل، خاصها ضروري تقصح الماء ويقادوها مزيان ويديروا فوق منها بحال كيسميوها هنا الرمله الكحله. انا جبتكم من الجهه الدخله، جبتكم هنا حاشاكم سمحوا لي، داك سميتو غير الزبل وداكشي محطوط تما. هذا هو الكيت ديال الالعاب. هاد البلايصه هذه مازال غيزيدوا في الرمله تيقادوها الفوق، وغادي نديرها بالحجر. هاد الحجيرات الصغار هادو لكن شويه مربعين بحال اللي غندير في الدخله ديال الباب. غنديرهم هنا علاش؟ حيتاش حاشاكم حيتاش جا على الكوزينه هنايا، فما ينفعش بغينا نجلسو نشوي ولا شي حاجه ما يخدمش ليا هنا الغازو. فقلت ان هذه هي الجهه اللي جبتكم منها في الاول، فقلت من الاحسن هنايا ندير الحجر وغيفرقوا عاوتاني من هنا من البريك، حيت داك الحجر الا حيت غير كيتحط يعني غير كيستفوه ما كيلصقوه ما حتى شي حاجه. فقلت ضروري غيدير البريك باش تلا اخوات عليه الرمله ولا شي حاجه ما يهبطش داك الحجر. صافي ان شاء الله. هذا هو الجزء الاول، مازال نديروا لكم الجزء الثاني والجزء الثالث، نصور لكم شويه شويه باش ما يجيكمش الفيديو طويل. دابا كيف تشوفوا هنايا، شوفوا راه واخا تحطوا رجليكم تبارك الله هنايا في هذه القنيته رشوها مزيان. شوفوا هنا راه غير رمله، لكن شوفوا حاشاكم، شوفوا الصباط انايا راه ديال المغرب ديال البلاستيك. هنايا واخا تحطوا رجليكم ما كتنزلش الارض، ومازال غيدير واحد الرمله. دابا نوريها لكم بحال الشكل ديال داك الوسخ اللي كيبقى ديال البني وداكشي ديال المغرب، بحال هكا كيكون داك الحجر رقيق بحال هكا غيديروه الفوق وكيدكوه بواحد الماكينه. صافي هذا هما مهم راه غيكملوا ان شاء الله ونعاود نصور لكم. كيقادوها بواحد الماكينه من بعد باش كيديروا فوق منها الغازو. باش علاش انا قلت ندير هذا الرمله الكحله؟ الاغلب يعني كاين الناس ما داروهاش، داروا غير هذه وداروا فوق منها الغازو، لكن انا بغيت ندير الرمله الكحله حتى في حاله الا خسر داك الغازو ما غنلقاوش عاوتاني تماره وديك خساره ثاني ديال الفلوس وجيب لي قاد الرمله وجيب لي ما عرفت شنو. صافي كيتحيد غير الغازو، كتكون هذيك الرمله الكحله ديجا مقاده مصايبه. صافي كيهزوا الغازو القديم وكيجيبوه جديد. هذا هو سميتو. دابا حاليا الرمله راه ما كانتش هكا، قلت لكم راه كانت كلها مجمعه بحال في الجناب، مجمعه في داك القنطره. هو اللي لهي ملي كيجي البرد كيدخلها لنا للدار. صح الحمد لله. دابا ها هي تقادات، مازال غيقادوها. هاد العفطاج وداكشي ما غاديش يبقى، ويسرحوا فوق من الرمله الكحله وتقادي ان شاء الله. هنايا هاد الجهه هادي الفوق غادي نديرها بالغازو. صراحه كاين اللي كيدير فيها ديكورات وريضات وداكشي الغرس، لكن انا لا، غنديرها مع الدراري الصغار وداكشي ما غيخليوش ليا هادشي. فصافي غنديرها بالغازو حتى هي شويه غتجي عاليه على هاد الجهه. هنايا ضروري غيديروا واحد الطريق هنايا في الوسط ديال هاد الجهه الكبيره ديال الحوش ولا ديال الحديقه، وغادي تمشي غتدينا حتى الكوزينه باش الا بغينا نتمشاو ولا داكشي ما نعفطوش. ماشي ضروري نعفطو فوق داك الغازو حيت الثاني راه ما غاديش يتحمل. شوفوا دابا هما داروا هاد الرمله الكحله اللي كتشد شويه على الثانيه، كتقصح شويه الارض ما كتطلعش للرمله الثانيه، كيسرحوها بواحد الماكينه. شوفوا دابا هما غيبداو دابا يسرحوا في الغازو. صافي يسرحوا دابا. هاد سميتو كان خاصهم يديروه هنايا، لكن هنايا كاين ما عرف شنو ديال الارض ما تصلحش بان يديروا فيها هذوك ديال المشي. فقلت لهم بلاش، يعني غيديروا غير من هنا. دابا هاد العيبات هادو بيناتهم غادي يكون الغازو. داروا هنايا شوفوا هادو حتى هما داروا لهم هكا، وهنايا عند الكراج داروا هاد اللعيبه بحال هكا. شوف معايا دابا هنا باقي ما جابوش. هذه هي الماكينه اللي تيقادوا بها ديك الرمله الكحله. باقي هنا ما جابوش الحجر اللي غيركبوا عاود هنايا مازال غيزيدوا هنايا الرمله الكحله، حيت ترونات لهم الدنيا مع هاد
هذا سميتو هذا هو اللي قلت لكم غادي نخليه بحال هكا، غادي نفرق ما بين الغازو وسميتو باش ديك الرمله ملي يجي البرد ولا شي حاجه ما يرجعهاش لينا هنايا على الغازو، باش تبقى بحال هكا محبوسه. وفي نفس الوقت غادي ندير فيها كيف قلت لكم سميتو، شوفوا ما شاء الله راه داير ليها بحال الشكل ديال البنيه ديال المغرب. باش ندير قلت لكم هذا السجر والغرس وداكشي يكون شويه طويل باش يغطي على الجيران. شوفوا ما شاء الله كيف دار داكشي بحال تنبنيو في المغرب. شوف دايره ديك ماش كيقولوا لها الوتره ولا ما عرفت شنو، باش كتاخذ ميزان مقاد. صافي هنايا ها هما داروا الرمله الكحله، مازال غيزيدوا هنايا الرمله الكحله مازال. شو تبارك الله عرفتوا ملي كانت الرمله كلها مجمعه وفي القناه وداكشي كان كيبان صغير، دابا فاش تقد ولا تيبان هادشي سميتو هاد الحوش هذا كيبان كبير. وهنا غنقول لكم باش ما نطولش عليكم الفيديو حيت باقي الشغل طويل. غادي نقطع معكم الفيديو ان شاء الله وندير لكم ان شاء الله الجزء الثاني. وكنقول لكم ما تنسونيش من لايك والبارطاج والسبسكرايب فضلا وليس امرا. مع السلامه والى الجزء الثاني ان شاء الله.